تعالى يا محترم ومؤدب أسألك سؤال محدش سأله لك قبل كده. أنا متأكد أنت ليه بتشتغل في وظيفة؟ هل علشان المرتب بس ولا عشان تتعلم ولا علشان الاتنين؟ لو إجابتك الاتنين فأنت ذكي جدا وبدأت تستفاد من الكتاب. شد خط تحت الكلام اللي قلته واللي هقوله وقهوتك وحصلني. بيقول روبرت كيوساكي بطل كتابنا اللي هنتكلم عنه النهارده، بقول لك ايه، خد تعالى هنا تعالى هنا، بس دي مش اول حلقه نتكلم فيها عن الكتاب ده. اقول لك حاجه انا عارفها من غير ما تقولها لي، انت ما شفتش الحلقات اللي فاتت. المهم روبرت بيقول ان من 10 سنوات اجرت صحيفه من سنغافوره مقابله شخصيه معايا، وبدات المقابله مع مذيعه شابه جميله وقالت لي اتمنى اكون زيك صاحبه الكتب الاكثر مبيعا في العالم. بيقول روبرت انها كانت مذيعه وكاتبه وشفت لها مقالات رائعة لكنها غير معروفة. بيكمل روبرت وبيقول قلت لها عندك اسلوب رائع جدا في الكتابة، ايه اللي منعك تحققي حلمك؟ وقالت لي فعلا اعمالي مش بتجيب لي اي مقابل مادي، وناس كتير بتقول ان رواياتي رائعة جدا ولكن لم تحقق اي مبيعات نهائي، علشان كده فضلت افضل في وظيفتي في الصحيفة زي ما انا اهو، على الاقل بعرف اجيب منها التزاماتي، لكن هل عندك اقتراح مختلف؟ فرديت عليها نعم عندي حل لمشكلتك. عندي هنا صديق في سنغافورة ومؤسسات هنا في سنغافورة اتعلموا منه كتير جدا ومن المحاضرات اللي بيقدمها، واظن لو حضرت معهم هيفيدك جدا. وقالت لي تقصد ان اروح اتعلم البيع؟ فاستغربت ورديت عليها وقلت لها ايوه طبعا. سالتني وقالت لي انت اكيد بتهزر صح؟ قلت لها وايه المشكله في كلامي؟ وقلت في بالي وانا براجع نفسي هو انا قلت حاجه غلط؟ وبعد ما كنت بحاول اساعدها اتمنيت ان حد يساعدني في الدفاع عن نفسي. وقالت لي انا حاصله على ماجستير في الادب، ليه اروح اتعلم المبيعات؟ وكمان مش بحب مناديب المبيعات ولا بحب كلامهم. وبعد كده سالتني هو ليه المفروض اتعلم المبيعات؟ ووقتها كان في نسخه على الترابيزه من احد كتبي اللي حققت مبيعات كبيرة جدا، وجنب الكتاب مسودة بخط ايديها كاتبة فيها ملاحظات. سألتها ممكن تبص على المسودة المكتوبة بخط ايدك؟ بيقول ان المسودة دي كان مكتوب فيها ان روبرت كيوساكي مؤلف الكتب الاكثر مبيعا في العالم. وحبيت الم الموضوع برضه عشان ما تزعلش، وقلت لها ان كتبي اكثر مبيعا لكن مش افضل كتابة، لكن انت كاتبة عظيمة هيقولوا عنك صاحبة الكتب الأكثر مبيعاً والأجود كتابة. لو اتعلمت معاهم مهارة جديدة وهي إزاي تسوقي للكتب الخاصة بيك، أتوقع إنها هتحققي أكتر من اللي أنا حققته. وتوقعت إن مقابلتي معاها انتهت وهي غضبانة مني، لكن في اليوم التالي كتبت عني مقالة منصفة وإيجابية. شفت يا محترم الكلمة بتفرق، وخصوصاً مع الستات. مش قصدي انتوا على راسنا، انتوا الخير والبركة. تعالى بقى اقول لك على حاجة عجبتني من صديق ليا شغال في التسويق. كنت قاعد معاه في يوم وسألته انتوا ازاي بتعرفوا تبيعوا اي حاجة بسهولة كده وتقنعوا العميل؟ هل في خطوات معينة انتوا ماشيين عليها؟ رد عليا وقال لي انا هقول لك على حاجات كده بسيطة. لو بتحاول تقنع عميل، لو مثلا عندك منتج معين وعايز تبيعه، بلاش بقى شغل ان انت تجمع داتا للعملاء وتتصل بيهم. انت كده عامل بالظبط زي الناس اللي بتوقفك في الشارع وعايزة تبيع لك عافية في وقت غير مناسب اطلاقا. انت ما تعرفش الوقت ده اللي بتتصل بيه هيكون نايم في الشغل او اصلا ما عندوش حتى استعداد للكلام. ممكن تنزل اعلان جميل مثلا كده على السوشيال ميديا وخليه هو اللي يتصل بيك في الوقت المناسب ليه. مبروك، انت كده تحولت من بياع لخبير. ولما هو اللي يتصل بيك انت كده تميت نص البيعة. وبلاش تبدأ كلامك معاه باهلا اخبارك ايه، يا رب يكون يومك سعيد، اخبار يومك ايه. انت كده مش بتبيع، انت كده تحولت لواحد شغال في شركة من شركات الاتصالات، وهم طبعا لهم طريقة معينة لان مش بيبيع منتج، هو بيحل مشكلة، ولازم طبعا يمتص غضب العميل. واوعى تكون كمان ساذج. مش معنى ان انت عارف اسم العميل تندهله باسمه كده او تكلمه باسمه تقول له اهلا محسن، اهلا ممدوح. لازم يكون في حدود بينك وبين العميل، ولما تكلمه تقول له اقدر افيد حضرتك ازاي. بلاش تديله اختيارات من عندك. وفي مثل بيقول لك اللي يخيرك يحيرك. كل ده وعايز تقول لي ان المبيعات مش علم؟ انا شخصيا كنت مستمتع بكلامه جدا. المهم بيقول روبرت كيوساكي ان ابوه الغني
كان بيقول له اتعلم شيء من كل شيء، اتعلم قليل من المحاسبة مع قليل من القانون، وتعلم ازاي تتواصل مع الاخرين وفن المبيعات. طور من نفسك، وده من وجهة نظري افضل استثمار. هقول لك مثال بسيط، لو جبنا كتلة حديد مثلا وقلت لها تمشي، هل هتمشي؟ اكيد لا، برافو عليك. لكن لو شكلناها وعملنا لها عجل وحولناها عربية وحطينا لها بنزين، اكيد هتمشي. يعني عايز اقول لك يا محترم يا مؤدب، ما ينفعش تكون كتلة حديد بس، لازم كل شوية تغير زيت لمخك بدل ما يصدي، وتكتسب مهارة جديدة وتنمي عقلك بالمعرفة. افضل جنيه بتصرفه هو اللي بتصرفه على تطوير نفسك. لازم تاخد كورسات كتيرة في مجالات كتيرة تكون مفيدة ليك في مجال عملك او في غير مجال عملك. لازم تاخد خبرة كافية عن طريق شغلك في كذا مكان قبل ما تبدأ مشروعك الخاص. يعني لو قلت لك هتشتغل في مكان وكل شغلتك هتشيل الموبايل ده من هنا وتحطه هنا، وتشيله من هنا وتحطه هنا تاني، وتعمل الحركة دي في اليوم 1000 مرة لمدة 8 ساعات، وتاخد 3 أضعاف مرتبك اللي انت بتاخده دلوقتي، هل هتوافق؟ انا عارفك هتوافق. لو وافقت انت كده مش عارف مصلحة نفسك صدقني. لو انت شغال وبتتعامل مع عملاء كتير والناس بتتعبك وكل يوم في مشاكل مع العملاء وبتعرف تحل المشكلة دي، انت كده بتتعلم مهارة جديدة ومش واخد بالك منها، وهي فن التعامل مع الآخرين. ما تستهونش بأي حاجة، مجرد ان انت بتتعامل مع ناس جديدة ده معناه ان انت اكتسبت مهارة جديدة. وفن التعامل مع الآخرين ده يا محترم ناس ألفت كتب وكتب فيه، لأن مفيش حد فينا كبشر كده شبه التاني. ربنا قال في كتابه العزيز وخلقناكم شعوبا لتعارفوا، صدق الله العظيم. يعني من الآخر بتكتسب مهارة جديدة ونفس الوقت بتاخد مرتب علشان لما تفتح مشروعك الخاص تعرف ازاي تتعامل مع الآخرين. لأن عايز أقول لك السوق مش كله حلو، اسمع منا لسه جاي من هناك. المشاكل اللي هتواجهك كتير، والمشاكل دي يتبقى قدها وما اعتقدش ان انت هتبقى غير قدها طبعا يا محترم. وعايز اقول لك حاجة تانية مهمة جدا، اوعى تزعل لو تم الاستغناء عنك في اي وظيفة. اكيد ربنا كاتب لك الافضل، مش يمكن هتتعلم مهارة جديدة في شغلك الجديد. اهم حاجة تكون راضي على اللي انت موجود فيه، وتربط الرضا بالسعي لتحقيق حلمك، ولكل مجتهد نصيب. وزي ما قال الشاعر زمان، ما لا يكون فلا يكون بحيلة ابدا، وما هو كائن سيكون ما هو كائن في وقته، واخو الجهالة متعب مخزون. انا عارف انت فهمتش اي حاجة، من الاخر كده ارضى باي وضع انت فيه، لان ربنا كده شايل لك الاحسن. عجبت للانسان يوصي غيره بالقناعة ولا يقنعه هو. لحد هنا تكون خلصت حلقتنا. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتستنى باقي الحلقات علشان تعرف باقي القصة. وما تنساش من غير رغي ولا تكرار، فحصلني الكتاب باختصار. سلام.